يا ترى تخيلت نفسك يوم تبدأ من الصفر تاني وانت كنت بتملك كل شيء؟ تخيلت في مرة انك ممكن تسيب فلوسك كلها وبيتك وتجارتك في مكانك وتروح لمكان تاني انت لسه ما تعرفوش، ما تملكش فيه غير هدومك بس؟ أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا بيكم. معاكم مصطفى العشين والحلقة التانية من برنامج ويبقى الأثر. النهاردة هنتكلم عن صحابي جليل علم العالم كله معنى الذكاء المالي، وادانا الصورة الحقيقية للراجل الغني اللي بيسخر ماله للانتصار لمبادئه ودينه. إنه سيدنا عبد الرحمن ابن عوف، وهو أحد 10 المبشرين بالجنة، ومن أول 8 اللي بادروا بدخول الدين الإسلامي، وهو كمان من 6 أهل الشورى. لما هاجروا للمدينة، لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخى ما بين المهاجرين والأنصار، عرض سيدنا سعد بن الربيع وهو من الأنصار، عرض على سيدنا عبد الرحمن بن عوف إنه يقسموا ماله وزوجاته. موقف نبيل طبعا من سيدنا سعد، لكن عزة نفس سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانت أعظم، ورفض بابتسامة واثقة وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. ما طلبش معونة وما انتظرش صدقة، أخد بضاعة بسيطة وراح على السوق، باع واشترى وكسب، وفي أيام قليلة جدا رجع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أثر ريحة طيبة، برفان بلغتنا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأله: يا ترى إيه الخبر؟ فقال له: تزوجت يا رسول الله. شفتوا؟ بنى إمبراطورية في أيام قليلة من لا شيء. ليه؟ لأنه كان يملك العقل، يملك ويعرف إزاي يدير الفرص. ما كانش سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيجمع المال على فكرة عشان يكنزه، لا، هو كان بيجمعه عشان يبقى خادم للدين لمبادئه. هو كان بيملك المال، مش المال هو اللي بيملكه، والفرق كبير قوي. أديكم مثل على كده. سيدنا عبد الرحمن بن عوف في يوم واحد اتصدق بقافلة كاملة فيها كام جمل بقى؟ 700 جمل محملة بالمؤن لأهل المدينة. ولما دخل بالقافلة دهية المدينة، تجار المدينة وقفوا وقالوا له: تبيعها لنا بكام؟ لأن ده كان وقت جفاف ووقت احتياج لكل أهل المدينة، فطبعا عايزين يكسبوا. فقالوا له: نديك الدرهم بدرهمين. فقال لهم: لا. طب هنديك الدرهم 3. قال لهم برضو لا. فقالوا له: طب ليه؟ انت عايز ايه؟ قال لهم: اصلا انا في حد هيديني الدرهم ب700 ضعف. وطبعا هو يقصد ان الجزاء من ربنا سبحانه وتعالى. كمان سيدنا عبد الرحمن بن عوف اشتهر ان هو كان بيشتري نقدا وبيبيع بربح قليل جدا، واي حد عايز يجي يشتري منه وما كانش معاه ثمن السلعة ما كانش بيردوا ابدا. وكان دي جملة شهيرة بيقول: رأيتني لو رفعت حجرا لرجوت أن أجد تحته ذهبا أو فضة. الكلام ده على فكرة ما كانش سحر، لا، ده كان توكل مطلق على الله، ومع سعي لا يهدأ، وإنه صدق وعد ربنا وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما نقص مال من صدقة. رحل سيدنا عبد الرحمن بن عوف وترك إرث ضخم جدا، لكن الأهم من المال هو الدرس اللي سابه لنا، وهو إن النجاح مش ضربة حظ، هو في الأساس عزة نفس وعمل جاد ويد تعطي أكتر ما بتاخد. وإذا ضاقت بيك السبل اليوم، تذكر جملته الخالدة: دلني على السوق، وابدأ من جديد. حلقتنا خلصت النهاردة، لكن نجومنا لا تنطفئ. هستنى رأيكم في التعليقات وقولوا لي: يا ترى قابلتم حد أو تعرفوا حد في حياتكم زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ ولو الإجابة لأ، تفتكروا عشان إيه وإيه السبب؟ انتظروني إن شاء الله في حلقة جديدة ونجم وقدوة جديدة من الصحابة الكرام.
أسيبكم في أمان الله، والسلام عليكم.